اخيرا يا رجاله استلمنا اسكو، فتعالى اقول لك افضل تطوير الاسكو ازاي تقدر تستفاد منه على ارض الملعب. بس حابب اقول لك ان نزل اوباميانج مكان اسكو بمهاره الاكسلريشن، فهيكون مهاجم سريع جدا. فتعالوا دلوقتي نشوف افضل تطوير الاسكو ازاي تقدر تستفاد منه. بصراحه اللعبه بتروق علينا، فتعالوا دلوقتي نطور اسكو ونشوف كده يا جماعه اخباره ايه. اوتوماتيك اهي. تعالى ننزله هنا، هنلعبه بس كده اوتوماتيك. تطوير الاوتوماتيك يا جماعه بيكون زي ما انت شايف 4 8 12 8 8. ولكن تعالى اقول لك التطويره بتاعتي. في تطويرتين لاسكو. التطويره الاولى بتقول ايه بقى؟ بتخلي دي 5 8 10 7 10. في التطويره دي تعالى اوريك الطاقات بتاعتها واوريك التطويره التانية. طبعا بتدي له بوستر المهاجم، تمام؟ يعني هتدي له البوستر المهاجم، بس احنا هندي له واحده راندوم كده. لا، كمان واحده. يعني باسنج شغال برضو يعني عشان ما نضيعهوش. انت بتدي له الاسترايكر، تمام؟ طيب بقى 102 زي ما انت شايف. تعال اوريك كده بقى الطاقات. 96 97 97 94 التمرير 91. التمرير العالي فينش 80 87. زي ما انت شايف دوران الكورة. سرعة 86. التطويرة دي جامدة ورايقة قوي قوي قوي. بصوا يا جماعة التطويرة دي رايقة مع اللاعب، بيكون بقوة 102. 5 8 10 7 10. جربها التطويرة دي هتعجبك. طيب هتقدر تلعب بيه في مراكز كتير جدا، تقدر تلعب بيه في اسكو. بص يعني بتلعبه في الاماكن دي كلها، بس الافضل تلعبه في مكانه الاي ام اف او سي ام اف. يعني ممكن العبه هنا كده هيبقى شغال معاك كويس، وممكن تلعبه اي ام اف، تمام؟ وممكن برضو تلعبه جناح لو انت عاوز تعمل مراوغات. طب تعالوا ندخل مباراة ونشوفه كده يا شباب. وجالنا اول منافس يا رجاله، كان اي هيلب يو. يا ريت يا باشا تساعدني يا باشا. ده عمل هجوم يا جماعه، كان بيلعب دفاع بقى هجومي. يلا بينا نبدأ المباراة. اللمسة الأولى كانافارو بيرجع ورا، حلوة. جوردي ألبا. اللمسة والتانية والتالتة وقدام. يلا اسكو. راح اسكو. راح اسكو. اسكو ورفع من اسكو. حط يا راجل، واو الرفع بسرعة. حلوة. يلا نيمار، يلا اسكو، حلوة. يا سلام على التمريرة بجون طبعا. تمريرة اسكو تديك جون طبعا. حطها له يا باشا واديله الاحتفالية. عاش عليك يا نيمار. عاش عليك يا رونيجا. هو ده الكلام.